السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل معاكم إن شاء الله النهاردة العيش الفينو. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. أنا معايا نص كيلو من الدقيق، طبعا بعد ما نخلته حط عليه ذرة من الملح، وهنزل عليه بمعلقة من السكر عادي. ما تقلقوش خالص، السكر هيدوب لما ننزل عليه المية ونعجن، السكر هيدوب. بعد كده هننزل عليه بظرف من الفانيليا. الفانيليا دي بتدي طبعا طعم وتست جميل قوي لأي معجنات. كمان هنزل عليها بظرف من الخميرة. هقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعضها، وانا هعجن بمية دافية. هدفي المية وهنزل كده بالمية واحدة واحدة معايا. طبعا مش هقولك مقدار المية، لان كل عجينة كل دقيق بيختلف على حسب مقدار المية اللي عايزاه. بس انت هتشوفي القوام بتاع العجينة معايا، وان وصل معاكي للقوام ده خلاص يبقى العجينة معاكي زي الفل. هنزل كده بالمية واحدة واحدة، مش هنزل بالمية بمقدار المية كله مرة واحدة. بعد كده بعد ما العجينة اتلمت معايا بالشكل ده، هنزل عليها بحوالي معلقتين كبار من الزيت. وبعد كده هرجع اعجنهم تاني لحد ما العجينة تسيب من ايدي خالص وتلم وما عادش يبقى فيه حاجة في الطبق. طب لو العجينة معاكي طلعت سايبة خالص، هتضيفي عليها شوية من الدقيق. طب لو طلعت ماسكة قوي، هتزودي عليها شوية من المية وترجعي تعجني تاني. العجينة بتاعتي عجينة بتلزق، بس مش بتلزق في الايد، بتلزق حاجة خفيفة. انا مش عايزاها عجينة تبقى جامدة، انا عايزة العجينة تبقى طرية وبتلزق تلزيق خفيف. هو ده القوام المناسب لعجينة العيش الفينو. طبعا لو العجينة معاكي طلعت جامدة قوي، العيش مش هيطلع معاكي حلو. فالعجينة زي ما قلتلك تبقى بتلزق تلزيق خفيف. بعد ما عجنتها وصلت للقوام بتاعي كده، هدهنها بقى من فوق ومن تحت بشوية من الزيت، وهغطيها واسيبها بقى في مكان دافي تخمر براحتها خالص. هغطيها بقى، وبعد ما خمرت بقى هنبتدي بقى نشتغل فيها. كده العجينة خمرت معايا بالشكل ده وبقت زي الفل، عجينة زي الملبن. هنبتدي كده نهبط كده واحدة واحدة الخمر بتاعها، ونبتدي نشكلها. طبعا تشكيل العجينة على حسب حجم الرغيف اللي انت عايزاه. انا هعمله وسط، لا هو كبير قوي ولا هو صغير. شايفين العجينة بتلزق ازاي؟ هو ده المطلوب. طبعا لو لزقت جامد في ايدك، ممكن بشوية زيت تقطعي العجينة، تدهني ايدك شوية زيت وتقطعي العجينة. ده الحجم اللي انا هعمله. بعد ما كورتها كلها بالشكل ده وحطيتها على الصينية، طبعا رش الصينية بشوية من الدقيق عشان ما تلزقش في الصينية. هغطيها واسيبها تخمر للمرة التانية. طبعا العيش بنخمره 3 مرات. دي المرة التانية. بعد ما العيش بتاعي خمر، هدهن الرخامة كده برشة من الزيت، وهبتدي افرد الرغيف بتاعي. يفضل ان انتي تفرديه على زيت مش على دقيق، هيسهل معاكي عملية الفرد. كمان يعني الرغيف بتاعك اللي هي الفرد على الزيت، يعني هيبقى هيديله برضو قوام حلو ولون حلو لما يجي يخمر. خلاص هنفردها كده، نفردها بالطول. نفردها كده من كل النواحي عشان ما تبقاش حته تخينه وحته رفيعه. نفرده بالتساوي. بعد كده نساوي العجينه ونلفها على بعضها رول بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. في الاخر كده نساوي العجينه ونساويها علشان نساوي الاطراف بتاعتها. نلزق كده الاطراف ونحاول نلم الاطراف على بعضها بالشكل ده، ونلف العجينة كده رول كده بإيدنا علشان يبقى السمك بتاعها كله متساوي مع بعضه، ونحاول نفردها كده يبقى الرغيف يتفرد معانا طبعا بالطول اللي احنا عاوزينه. شايفين اللمعة اللي الزيت اداهاله؟ علشان كده يفضل ان انتي تفرديه على زيت مش على دقيق، هيسهل معاكي في الفرد وهيديله اللمعة اللي انتوا حضراتكم شايفينها دي. خلاص فردنا الرغيف، هنحطه بقى في الصينية. وبعد ما فردنا كل العجين اللي معانا، هنحطه كده ونراعي ان يبقى في مسافات ما بين كل رغيف ورغيف، وهغطيه وهسيبه يخمر. طبعا انا شلت الرغيف اللي كان محطوط كمان في الصينية علشان لما خمر العيش معايا كان هيلزق في بعضه.
فهو لسه اما يخش تاني في الفرن لسه هيرتفع كمان. هدهنه وادخله بقى ايه الفرن. وده شكله بعد ما خرج من الفرن. هدهنه كده برشة بسيطة كده من الزيت على المية عشان يديله لمعة كده، تبقى اللمعة اللي احنا بنشوفها في العيش الفينو. وبعد كده هغطيه وهسيبه حوالي 5 دقايق لحد ما يطرى. هو اصلا يعني ما شاء الله مجرد ما هتغطيه هيطرى في ساعتها وهيبقى عيش زي الفل. احسن بكتير من اللي انت بتشتريه من بره واوفر. شايفة الكمية اللي نص كيلو دقيق عملها لي، عمل لي حوالي 20 رغيف. 20 رغيف من نص كيلو دقيق. يعني تقدري تجيبيها وتعمليها في البيت. شايفة الطراوة بتاعته، شايفة الجمال بتاعه. بسيط جدا، مهاش اي مشكلة خالص ومهاش معضلة ان انت تجيبي دقيق وتعمليه في بيتك عيش لولادك. وخصوصا ان الترم التاني على الابواب ان شاء الله، يعني تستعديله باذن الله. شايفة الهشاشة بتاعته من جوه عامل ازاي. بصراحة حاجة تحفة وجميلة ومعمولة في البيت. وتوفير التوفير كمية كبيرة بنص كيلو من الدقيق. يلا بقى افتحيه واعملي سندوتشات لولادك وبألف هنا. وكده السندوتشات عملناها زي الفل اهيت جميلة وزي الفل. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.